نعم، اليوم كما كتشوفوا هذا المشروع البنية التحتية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كتدور المدن المغربية كلها عبر المملكة، عبر أنحاء المملكة، منهم هذا الملعب البلدي لوجدة الاتحاد الإسلامي الوجدي اليوم حلة جديدة، وعنده كما قلت هذا الملعب تاريخ كبير. واليوم باش يجبروا فين يلعبوا الكرة، فين يدربوا الدراري الوليدات. هذا المشروع البنية التحتية فهو مشروع كبير وضخم، مشروع ملكي اللي سيدنا نصر الله عطى التعليمات ديالو باش يكون هذا المشروع يشمل كاع المملكة المغربية. وعندنا عدة ملاعب اللي غادي يكونوا واجدة من راس العالم، واحد العدد كبير من الملاعب اللي هي وجدت اللي غادي نشوفوها، وباقي 52 ملعب أخرى راه هي في المنافسة في الوقت القصر ديالها. إذا نتمنى لهم أنه التوفيق في هذه الملاعب، وهذه الملاعب ما نديروها إلا باش الوليدات يلقاو فين يفجروا الطاقة ديالهم ويلعبوا كرة القدم، ونتمنى لهم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتواجدوا في افتتاح الملعب البلدي بوجدة، اللي صراحة واحد المعلمة اللي كانت من قديم الزمان اللي مروا بها جميع الفرق وجميع اللاعبين الكبار تاع المنطقة الشرقية. فاليوم كنشوفوا بواحد الحلة جديدة أرضية من الطراز الرفيع، وهذا كيخفف شوية العبء بالنسبة للنوادي وحتى بالنسبة للفئات الصغرى. فهذا الملعب غادي يكون فاعل خير إن شاء الله على المدينة تاع وجدة وعلى الفرق ديالها إن شاء الله.